كفاية بانيه ومكرونة وبصدر فرخة واحد بس، وهنعمل وصفة حلوة قوي ومن غير قلي كمان. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معانا صدر فرخة نغسله كويس جدا، وبعد كده نصفيه تماما من المية، وهنحطه في الفريزر كده حوالي ربع ساعة يتجمد معانا شوية. بعد كده هنقطعه مكعبات صغيرة، وكمان معانا قطعة ليا علشان تدينا كده طعم، لأن الصدر بيبقى اللحم بتاعه جاف، فاحنا محتاجين كده أي دهون معانا علشان تطري معانا الفراخ بتاعتنا. في الكبة معانا بصلتين صغيرين، وكمان معانا فلفل الوان. خدت كده نص واحد من الفلفل الاحمر، وبعد كده هفرمهم الاتنين مع بعض واصفيهم تماما من الميه. واللي دايما بيقول لي واللي ما عندهوش كبه يعمل ايه، ففي مطحنه التوابل اللي بتطحني فيها الفلفل الاسود والكمون ممكن تعملي نفس الخطوات. بعد ما هنفرم البصل وكمان الفلفل، هنصفي بقى الميه وهنفرم بقى في نفس الكبه الفراخ، وكمان صدور الفراخ، وكمان قطعة اللية. هنضيف بقى معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معانا كمان 3 معالق هرميين كده من النشا عشان يمتصوا اي سوائل معانا. بما اننا هنعمل كفتة فراخ فمحتاجين بقى بهارات قوية كده وطعمها مميز علشان تدينا طعم حلو للكفتة بتاعتنا. فاحنا معانا بهارات برافا حلوة جدا. معانا بقى تتبيلة الدجاج التركي، واول ما شفت تتبيلة الدجاج التركي قلت بس هي دي اللي هتخلي طعم الكفتة وهم. وبجد مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها حلوة جدا، وغيرت طعم الكفتة تماما، واديت لها بقى كده نكهة حلوة جدا. ريحتها قوية وطعمها قوي، فطبعا هم كاتبين على الكيس ربع معلقة بمقام معلقة، فعشان كده انا حطيت نص معلقة من تتبيلة الفراخ التركي، نص معلقة من البصل البودر والثوم البودر، وكمان فلفل اسود. معانا كمان بابريكا، والبابريكا دي بابريكا مدخنه فبتدي طعم حلو قوي ونكهه مختلفه كده لكفته الفراخ. معانا بقى معلقه من الورق البقدونس، الورق بس مش العيدان، حوالي معلقه كده او معلقتين. بعد كده بقى هنقلب كل المكونات دي كويس جدا عشان البهارات كده تبقى في كل حته في الفراخ، وكمان كل المكونات تدخل في بعض. عجناها كويس جدا. بعد كده بقى معانا الميه اللي طلعت من البصل والفلفل اللي صفيناها من البصل والفلفل، هنضيف عليها معلقه من دبس الرمان، معلقه من الصويا، معلقتين كبار من الزيت، وهنقلبهم. وبعد كده بقى هنبل ايدينا بالخلطه دي، وكمان هنبل العصايه بتاعتنا بتاعت الشيش طاووق اللي هنصبع عليها. بقى الكفته بالحجم اللي انت عايزاه، انا عملتها صغيره كده علشان بتبقى شكلها حلو قوي. بعدين هي كمان فلتة صويا فبتزيد معانا او بتنفش معانا، وطبعا عملت كميه ما شاء الله كبيره جدا. فانا هشيل جزء في الفريزر وجزء كمان هسويه. ففكره حلوه جدا ان انت ممكن تعملي اطباق كده وتدخليها الفريزر وتطلعي منها على طول وتسويها، يعني تفك كده معاكي وتسويها. طريقه التسويه بتاعتها في طاسه او في صينيه فيها معلقتين زيت، هنحط الكفته، واول بقى ما الكفته تحمر معانا هننزل بميه البصل اللي اتبقت معانا، ميه البصل والفلفل كنا حاطين طبعا عليها معلقه دبس الرمان ومعلقه صويا صوص. هنسويها بالشكل ده وجربوها هتعجبكم جدا. صحتين والف